جاب لاعب بالعكس هاي نبداو يا جماعه حاضرين. سهل ولاد. مرحبا بكم في هذه الندوه الثقافيه اللي رحبوا فيها المدرب جمال السلمي مدرب المنتخب الاردني. جمال نورتنا وشرفنا انت تقول المنتخب الاردني الصحيح. ان شاء الله تكونوا قضيتوا وقت سعيد في تونس. ديجا انتم مازلتوا معنا لهنا ان شاء الله بشرف ومعماري. قبل ما نحل الكلمه الصحفيه باش يسالوك سي جمال، نحب نسالك على انطباعك حول ماتش اليوم وكيفاش ترى معناتها اسباب هزيمه المنتخب الاردني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كانت فرصه لنا مهمه باش نكتسبوا خبره وتجربه مع مدرسه كرويه معروفه. المنتخب التونسي معروف بالتجربه تاعو في كاس العالم، والفتره الاخيره يعني حقق نتائج جد ايجابيه اللي ساعدته في التاهل لكاس العالم. حقق حتى هدف خلال الاقصائيات، وبالتالي كان هذا حافز لنا في هذه المباراه باش ناخذوا خبره وتجربه مع اللاعبين التونسيين اللي عندهم تجارب في مدارس وفي بطولات وفي دوريات مختلفه. تنظن بان بدينا المباراه بشكل جيد، سجلنا وبالتالي التقدم على المنتخب التونسي في ارضه يعني حافز كبير بالنسبه للاعبين تاعنا. سجلنا الهدف الاول، تلقينا هدف في اواخر المباراه، ربما كان الفار ممكن يكون قرار اخر. بدينا الشوط الثاني تلقينا طرد، سجلنا هدف تلقينا طرد، يعني طرد اللي اثر علينا بشكل كبير. تنعرفوا المنتخب التونسي بالعناصر تاعو حط علينا قوه، استطاعوا انهم يسجلوا في وقت اللي ما كانش فيه التركيز عندنا من كره ثابته. وفي الاخير تلقينا الهدف الثالث بخطا اللي ارتكبناه، كان ممكن نتعاملوا مع الكره بشكل افضل. على العموم يعني الحصيله تاع المباراه والتجربه اللي خديناها مفيده جدا بالنسبه لنا. في انتظار المباراه المقبله ان شاء الله اللي غادي نخوضوها مع المنتخب المالي هنا في راديس. نشكروا الجامعه التونسيه اللي قدمت لنا هذه الخدمات وعطاتنا فرصه في اننا نلعبوا المباراه الثانيه كذلك هنا في تونس باش ما ننتقلوش لمكان اخر. وتنتمنى للمنتخب التونسي مباراه كبيره مع المنتخب البرازيلي ان شاء الله. المباراة ديالي حتى كي قررتوا باش تخوضوها، هل كان تحضير لكأس العالم ولا تحضير لكأس العالم؟ أو إمكانية تنجم تلعبوا مع فريق أفريقي في كأس العالم؟ المباراة تاع اليوم كان عندها جوج ديال الأهداف. كان أول شيء هو أننا نحافظوا على التوازن تاع الفريق، ثم أنا في الشوط الثاني يعني الشوط الأول لعبنا جوج ديال العناصر اللي ما غاديش تكون معنا في كأس العرب. كنا محضرين باش نغيروا في الشوط الثاني يزن العرب وموسى التعمري، ولكن الطرد باطل لنا الاوراق تاعنا، وبالتالي اضطرينا اننا نخليو اللاعبين خاصه بعد العياء اللي ظهر على مجموعه من اللاعبين واللي طلبوا تغيير. كان الهدف ديالنا الاول هو اننا نحضروا من خلال هذه المباراه كاس العرب، يعني تنواجهوا منتخب شمال افريقيا اللي ممكن اننا نواجهوا كرة قدم مماثلة في كأس العرب، وبالتالي خلينا بعض اللاعبين الآخرين المباراة المقبلة مع مالي. كوتش مرحبا في تونس. سؤال ممكن اليوم شفنا ممكن ود لكن بطعم الجد، تركيز كبير في لاعبين المنتخب الأردني، قرأ صفر المنتخب التونسي، واستنيت ممكن تركيز كبير المنتخب الأردني، قرأ صفر كبير المنتخب التونسي، استنيت ممكن المنتخب التونسي اللي مشى على كامل لكأس العالم، 9 انتصارات وتعادل، صفر قبول أهداف، المنتخب الأردني مركز الأهداف، استنيتوا ممكن الأداء هذا من اللاعبين استنيتوا؟ احنا يعني من الاهداف اللي كانت عندنا في هذه المباراه والتخطيط ديال المباراه هو انه الطريقه اللي تلعب بها المنتخب التونسي ممكن تعطينا فرصه بالقوه تاع اللاعبين المهاجمين تاعنا، لان عندنا لاعبين صراع في الهجوم ولاعبين يعني في التحول الهجومي صعب، وبالتالي كنا تنتظروا ان غتجينا فرصه. هادشي علاش الطريقه اللي لعبنا بها في الاول كانت كنا تنتظروهم وجا الهدف الاول. بطبيعه الحال يعني ما قدرناش نجاريوهم في بعض اللحظات لانه من الناحيه البدنيه لسه حنا ما جاهزينش بالمستوى ديال كاس العالم وديال التبادل اللي
اللي تيخوضوا المنتخب التونسي. استطعنا نسجلوا هدف الثاني كذلك، وكان ممكن نسجلوا هدف من ضربه ثالثه حنا كمان، لان جاتنا فرصه ضيعناها. يعني حنا الاهداف بتاعنا من هذه المباراه كانت كبيره، خاصه بعد الطرد. يعني بعد الطرد صارت اللاعبين يعطيو اكثر، صار في حماس اكثر، صار في تضامن اكثر وقتاليه اكثر، وهذا الشيء اللي تنفتقدوه في المنتخب التونسي، في المنتخب الاردني. بالنسبه لنا العلامه الفارقه عندنا هو وجود لاعبين بحال يزال العرب قلب الدفاع، لانه الغياب ديالو في تاريخ فيفا السابق اثر علينا. اليوم التواجد ديالو عطانا استقرار كبير في قلب الدفاع، وهذا هو المطلوب من اللاعبين المهمين في المنتخب.